المؤسسات كتكذب بالعلالي. ها هو السيد يضرب عن الطعام، خارجه المندوبيه تاعك تيقول لك لا ما دايرش اضرب عن الطعام. انا كتولي علاقتي بالمؤسسه غدا اش بقى من الاستقرار؟ الاستقرار مشى، ملي كتولي الكذوب مشى. علاش؟ لان التامك كيخرج البيانات ماشي بخلفيه انسانيه وبخلفيه اخباريه وبخلفيه، لا، بخلفيه امنيه. زعما انا متحكم، حتى شي رساله ما كتخرج من الحبس بزاف، حتى شي حاجه، حتى شي اضراب الناس والسيد كيموت وغدا من غيموت ربيع الابلق شحال تقول لنا في بيان حقيته سكته قلبيه، حق الضغط سكته قلبيه صافي وراه مات الابلق. لا، اذا هنا كتهدد وكتعصف بالاستقرار ديال المغرب. اذا من المخاطر الخطيره اللي قلت لكم هو الثقه في المؤسسه بدات كتزعزع بالعلالي. بدات الثقه مع الحكومه وسيرتو في اليوسفي في بن كيران، طريقه انقلاب على بن كيران لا ثقه الان، وكل شيء يفهم. ما يمكنش شي واحد يدير داك الشيء عباد الله لبن كيران، ما يمكنش. وفي ظرف 4 ايام كتصاوب حكومه لذاك السيد اللي ما عنده لا شرعيه، اللي هو سوق خاوي مره. واللي كنقولوا ان اللي وصل البلاد هذه المصيبه هو انكم عصفتوا بالاحزاب، عصفتوا بالحكومه، عصفتوا بكل شيء. ها هي العافيه شعلت دابا في المغرب، ها المغاربه خارجين من شكون كيكالمي المغاربه؟ حتى شي واحد، حتى شي واحد. وكيبان حتى البؤس، انتم كتشوفوا حزب البام عنده 47,000 صوت، قال لك في انتخابات فين هي 47,000 صوت في الحسيمه؟ علاش الامين العام ديال حزب البام، وانا قلتها له وكنقولها له بكل شجاعه وبشكل اخوي، علاش عندك 47,000 صوت في الانتخابات الاخرى ما قادرش دير مهرجان خطابي الان في الحسيمه؟ مهرجان علاش ما ديرش مناظره طنجه؟ علاش ما دارش في الحسيمه؟ وعلاش الحسيمه تم الحاقها بطنجه بواحد الطريقه ديال الحقره؟ شكون مول هذا التقطيع الاداري؟ شكون؟ علاش الحسيمه ما تكونش هي الحسيمه تبقى مع تاونات وتازه؟ علاش هاد الطريق؟ علاش المشاريع كلها مشات لطنجه؟ وكنقول علاش الناس اللي كيهضروا على الحسيمه علاش كتفتحوا مشاريع على تعثر المشاريع؟ كاين تحقيق قبل من تعثر المشاريع. شكون اللي كياخذ الحوت سباده؟ شكون كيجبدو من البحر؟ هذه علاش تم تهريب النقاش؟ علاش الفساد اللي كاين في الحوت وفي قطاع الصيد البحري ما تمش التركيز عليه؟ شنو هو سبب الازمه؟ هو محسن فكري تطحن، من تطحن محسن فكري الريافه شعروا بالحقره مع ديك التراكمات اللي عندهم التاريخيه عطاتنا انتفاضه. اذا سبب الازمه هو الحوت. احنا كنقولوا في اطار معالجه الازمه، واش تم البحث في سباده؟ شكون كياخذها من الحوت؟ شكون كياخذ سباده؟ عباد الله المغاربه. واش تم التحقيق مع البوليس اللي كيخليو سباده وكياخذوا الرشوه؟ وهذا الشيء قالوه بعضهم ماشي كلشي، كيخرج من الميناء. حوت ممنوع، شكون كيصيدو؟ اما محسن فكري راه شرا جا شرا، شكون اللي حطو في المرصع؟ شكون كيسهر؟ وفي الاخير كتجي انت وكتاخذ لي المندوب ولا كتاخذ لي صغير. علاش ما كانش المعالجه مع وزير، مع الرؤوس الكبار؟ علاش ما تمتش اعتقالات ارباب الباطوات، الناس اللي كيشدوا الحوت وكيصابوا له ورق مزورين وكيخرجوه لبرا كيعرفهم السي اخرون شو كيعرفهم عباد الله؟ ها الخطوره في المغرب، تعثر المشاريع حقاره لا النهب ديال الحوت والثروه السمكيه. علاش الحوت كيدير 400 ريال دابا في الحسيمه؟ علاش المغاربه في الصيف؟ علاش الزفزافي تشد كيقول لك الحوت ب 7 دراهم؟ الزفزافي بغى الحوت يدير 7 دراهم السردين، هو الزفزافي بسردين. اذا هذا هو جوهر المشكل في المغرب، نهب الثروات ديال المغرب. الا المعالجه ديال الازمه في المغرب خاصها تبدا من هنا. اعطيني شكون كيسرق سباده، شكون اللي خدا لنا الحوت الممنوع، شكون خرجوا، شكون هما اصحاب الباطوات، كيفاش كيخرج. اذا هذا هو اصل المشكل، ان الدوله ما عالجتش المشكل. راه خصكم تعرفوا المغاربه السبب ديال المصيبه والحراك الريف راه لان المعالجه كانت محتشمه ومهزوزه وغير واقعيه. لو كان اخنوش دار الاستقاله ديالو وارباب الباطوات اللي كيسرقوا الحوت تم الاعتقال ديالهم، كونوا مأكدين ما يسيب الزفزافي ما يقول، غيخرج يدير النقاش، شكون اللي غيتصلت له؟ ولكن حيت هما الدوله خلات ارضيه خصبه للزفزافي وقالت الحراك فين يخرجوا الناس. اذا راه اللي مسؤول على الحراك وعلى راه هما المسؤولين ديال الدوله. شكون دخل؟ حنا ما كنعرفوش مربع الحكم اش كيوقع فيه الفوقع المغاربه. راه كنعيشوا واحد الوضع كارثي. واش المندوبيه كتقول هضره؟ واش السيد واش ربيع ابلق والمعتقلين ديال الاضراب وتخرج المندوبيه تقول لك ما كاينش؟ اش من دوله بقات؟ اش من دوله واش من الرساله ديال الزفزافي خارجه من الحبس وتيتبناها الزفزافي وكتقول لك لا ما خرجتش. يعني ولينا امام مؤسسه تكذب بالعلالي. وملي كتكذب المؤسسه على الشعب وعلى الدستور فنهايتك يا وطني. هذه بدايه النهايه. فاخر كلمه كنقول لكم وكنتوجه للمؤسسه الملكيه، حل الازمه بيد المؤسسه الملكيه. المؤسسه الملكيه الان وهي مقبله على عيد العرش. عيد العرش كما تنقولوا عنده قيمه وعنده قدسيه في المخيال المغاربه. واخا المؤاخذات واخا النقاش، راه المغاربه ملي كيخرجوا يحتجوا حتى على المؤسسه الملكيه راه ماشي رفض المؤسسه الملكيه، هذاك تدافع اللي كيطور.
راه ملي كنحتج على الملك ولا كنقول الملك خصك دير خدمه ولا كذا بكل ادب واحترام، راه ما كيعنيش انقلاب على الملك ولا ابعاد الملك ولا كنسحب البيعه، لا، هذاك اطار تدافع صحي، لان الملك عنده سلطه، هو فاعل سياسي. ما يمكنش واحد الشخص عنده سلطه سياسيه وما يخضعش للمساءله ولا للمحاسبه ولا للنقد، هذه ما كيقبلهاش، هذه ما كيقبلها حتى واحد الا الله سبحانه وتعالى، هو الوحيد اللي ما خصك لا تسولو ولا تسالو، صافي. اما البشر كله راه بشر، يخطئ ويصيب. كيفاش ابو بكر الصديق تيقول لك انا خصني نسال، عمر بن الخطاب يقول لك انا خصني نسال. في المغرب لا يساءل الملك، وكل شيء كيتقال حق اللي داير به خايبا والوزراء وكذا، لا، حنا ما كنقولوا لا اللي داير به خايبا لا هو خايب، كنقولوا عا كل شيء خضع للمساءله والمحاسبه في اطار شفاف، صافي. واش هذا مطلب خطير؟ الناس كيطالبوا. اذا شكون اللي وصلنا لهذا البؤس وهذه المشاكل؟ هو طريقه الحكم الخاطئه منذ الاستقلال. عطاتنا هذا حنا دائما الدوله كتهرب، حق الشيعة هو اللي دار داك الشيء، حق داعش، حق البوليزاريو، حق الشيعة، حق كذا. ما باغينش الناس في المغرب يتحملوا مسؤوليتهم، سياستكم الخاطئه هي اللي وصلت هذا الشيء. والشيعة هو اللي حرق مفاتيحه، هو اللي دار طنطان، هو اللي دار الحوت، هو اللي دارنا في 123 التنميه البشريه. واش هو الشيعة هو اللي عطانا الاطباء، هو اللي عطانا المستشفيات هكا، هو اللي قتل ايديا، هو راه كتضحكوا على المغاربه، كتضحكوا على الوعي المغاربه، كتريقلوا على الشعب، وهذا هو المغربي اللي ما بقاش قادر يقبلوا. خاصكم تصارحوا الشعب. حنا ما كنقولوش فرقوا معنا الثروات، حنا ما كنقولوش الفوارق الطبقيه غدا غنوليو هكا، حنا كنامنوا بالفوارق الطبقيه وخا خصها تحل، كنامنوا بالفقير والغني، كنامنوا، ولكن ما كنامنوش بالحقره، ما كنامنوش بالكذوب والتريقل على الشعب المغربي. ولهذا عيد العرش محطه مهمه في المخير الشعب المغربي. الان امام المؤسسه الملكيه فرصه ذهبيه لاعاده علاقتها القويه مع الشعب. الان خصني نقول لكم حق المغاربه، شوفوا الفيسبوك، راه الحق، راه حنا ما تنكذبوش، راه الان صوره الملكيه في المحك، وصوره الملكيه تتآكل، واحد الرصيد راك ماتوا الملكيه، خاصه بدايه العهد مع اقاله اليوسفي، مع اقاله ادريس البصري وعبد السلام ياسين وديك الاجراءات وهيئه الانصاف والمصالحه وكذا، فكلها الان صوره الملكيه تتآكل. كلشي كيقول اين الملك؟ أول روا، هذا راه سؤال يطرح الان. كاين تجاوزات خطيره، محاكمه ديال الدراري في الريف، والله لا قبلها لكم شي واحد، طريقه الغنان والصحه وغتطوعونا وغتبركوا فينا صحه غير مقبوله، راه غتكون نتائج وخيمه، راه الشعوب ما كتقارش بديك الطريقه، وراه ممكن تهزم حزب، وممكن تهزم نقابه، وممكن تهزم شابات، وممكن تهزم اليوسفي، وممكن تهزم ادريس جطو، وممكن تقيل قاده، ولكن لا يمكن ان تهزم الشعب المغربي. هذه هي اللي كنقول لكم، راه ما راكم كتفتحوا الباب على فوهه بركان، والله ما غتنتصروا على الشعب المغربي، نقولها لكم، راه ما يمكنلكش، راه الشعب هو القوي. اذا والدوله المغربيه ملي كتهبط وكتنازل وكتحل، راه ماشي ضعف، قوه الملكيه الان، لان الدول العظيمه والمؤسسات العظيمه هي اللي كتتفاعل مع اراده الشعوب، هي اللي كتتماهى مع حركه التاريخ. المؤسسات اللي كتبقى خارج حركه التاريخ كلها كيعصف بها التاريخ. فخصكم تفهموا بان سر انتصار الدوله واستمرارها هو ديك الذكاء اللي دار الحسن الثاني من جبل يوسفي، بصرف النظر على خلفيته تم كلمه، كذلك من الذكاء اللي دار محمد السادس هو خطاب 9 مارس. فهادو هما اللي جنبوا البلاد الانفجار. الان كنشوفوا كاينه واحد العناد غير مفهوم من طرف الدوله، عناد. ما يمكنش ولادنا سيريه كتموت فنانه، ما يمكنش انا صحفي والله لا اسكت، والله وتقطع لي الطروفه، والله ما نسكت، وما يمكنش انا نشوف ذاك الخاي كيموت تما والله ما نسكت، ما يمكنش نشوف الزبزه، ما يمكنش نقالب على بنادم خارج تما. ولهذا وخصكم تعرفوا المدخل ديال الافراج من طرف الملك راه دستوري، لان ما كاينش شي صيغه يخرجوا بها الاخوان الا عن طريق العفو الملكي، والعفو ما كيعنيش الادانه للمغاربه، العفو على المعتقلين لا يعني الادانه ولا يعني البراءه، هذيك واحد الصيغه ولا واحد السلطه كيختص بها الملك بحال جميع رؤساء الدول والعالم. اذا كما الملك ملي كانوا معتقلين الدراري، كما كانوا معتقلين الدراري ديال احد الخميس الاسود في فرنسا، نفس العمليه، الملك كان عنده عطله وصدر عفو ديالو على الدراري وخرجوا في القضاء. اذا الملك عنده سلطه قضائيه وهو رئيس مجلس القضاء. شي واحد يقول لا المير بيد القضاء، لا، الملك يتدخل في القضاء، وراه تدخل في الاطفال اللي كانوا معتقلين، وقاضي تحقيق الرفض يعتقلهم، الرفض يفرج عليهم، والملك من فرنسا اعطى امر بالافراج عليهم وكانوا بيد القضاء. اذا الملك عنده هذه السلطه الان يخرج عباد الله، وملي كيخرج كما قلت لكم غير يمنح فرصه لجزء من شعبه ينخرط في هذه اللحظه السياسيه العظيمه ديال الجلوس على العرش. الجلوس على العرش كما قلت هو لحظه تعاقد جديد ما بين نظام سياسي وما بين شعب. فكاين الناس اللي كيبغيو الملك وتيبغيو استمرار الملكيه داخل الدول الملكي، خاصهم ينصحوا ويمشيو في اتجاه الافراج. اللي عدو الملكيه واللي كيكره الملكيه هو اللي غيدفع في اتجاه ديال عدم الافراج، حق الهيبه ديال الدوله، حق لا سيدي، هيبه الدوله والله ما يزعزعها شي واحد، والدوله قويه وعندها ولاءات المؤسسات والشعب مع الملكيه، ولكن من الشعب ما غيبقاش مع الملكيه الا كانت ضد اراده الشعب ولا خلات ولادو هكا كيتعذبوا. راه الملكيه راه ماشي قدر،
الملكيه راه ماشي راه الملكيه هو واحد النظام سياسي جاء نتيجه اقتناع شعبي بها اهميتها، ولكن الا ديك الاسباب ما بقاتش راه ما بقاش الثقه في الملكيه. ونهار ما تبقاش الثقه في الملكيه، باي باي رجال الاعمال، باي باي حقوق الانسان، باي باي البلاد، وغندخلوا للدوامه ديال عاد سوريا وليبيا. ونقول لكم واحد الفكره، اللي كيعتقد بان سوريا وليبيا كتعطل ولكن الشعوب ما كتركنش لهذا الشيء، حيت حركه التاريخ موضوعيه. ملي كيكون عندك شي ولد في كرشك غتولدو، راه تعيط تبرك عليه وتخنقوا راه غيتولد تقولوا لا حق لا خرجتي راه كاين البرد وكاين الشتاء والولد ما خصوش يخرج كاين التبروري ما عندك ما تاكل. لا، الولد غادي كيكبر عليك بغيتي ولا كرهتي غيخرج. الزغب من تيبقى يكبر لك ما كتقولوش لا راه ما كاينش ماكينه ديال الحسانه، لا هو غادي تيكبر. تطور موضوعي وتاريخي غيكبر، عندك ماكينه تحسن ولا ما عندكش شغلك هذاك. الصباط غادي كيتقطع، ماشي تتوجد صباط غادي يبدا يتقطع لك، لا هو غادي كيتقطع كذلك الشعوب حركتها غاده. ما يمكنكش تخلع سوريا وليبيا، تقدر تخلع سوريا وليبيا مؤقتا، ولكن من الى متى؟ غادي واحد الوقت اللي بنادم غيوصل للطب ديال الحقره ديالو. لهذا المرحله ديال عيد العرش مرحله تاريخيه. والعفو على المعتقلين قوه الملكيه. عندك صحابكم تنازل ولا ضعف ولا هيبه، لا، راه الضعف هو انك تبقى جامد قدام حركه التاريخ. الضعف هو اللي تجي البلاد ديالك وتبقى تقول مي علاش ما درتهاش شحال هذه. وخصكم تعرفوا بان هاد المصدرين القرار وزاره الداخليه خصهم يفهموا هذه الفكره مهمه، هو انهم راه كيلحقوا عليكم. واش المسيرات اللي خرجت في الحوسمه ديال 7 اشهر كان عندها شي ترخيص؟ عاد اليوم غتقول لي 20 يوليو ترخيص ماشي ترخيص. فانا كنقول لكم المغاربه هذه فقط مناوره من اجل التقليل من المشاركين في سميتو. وحنا كصحفيين كنقولها بكل امان، سنشارك في المسيره السلميه في اطار سلمي وفي اطار حضاري من اجل تثبيت الاستقرار في المغرب ودفاعا على المؤسسات ديال البلاد، ومن اجل صد هذا الهجوم وهذا العدوان على حقوق الانسان. راه ما يمكنش جهه وسط الدوله الان كتلعب سارقه واكله شفاره خايفه من ديناميه الشارع ومن تطور الشارع. فكنحييكم الزوار ديال الموقع، وكنتمنى صوت الحكمه ينتصر على صوت التشنج وصوت العنف داخل الديوان الملكي. داخل الديوان الملكي كاين جهه عدوانيه، كاين جهه عدوانيه عدو التاريخ تكره الملك. داخل الديوان الملكي كاين جهات عدوه للملك، لان الطريقه باش كيجيروا بعض الجهات كتبان بانهم كيهدوا بصوره الملكيه. اللي كيحب الملك عليه ان ينصحه بالافراج على المعتقلين من اجل واحد لحظه الفراش. بغينا نحتفلوا بعيد العرش جميع، بغينا لحظه زوينه ونبداو مرحله جديده. رياف اخوتنا ما تقوليش زعزعه ولاء الدوله، اللي كيزعزع الولاء ديال الدوله هو هذا التشفاط لكن انا غير كنشوف اخنوش ونشوف الشقار ونشوف حب مالكي. شوف حب مالكي رئيس مجلس النواب والله مش زعزعه وزعزعات الولاء ديالي للحياه بغي كنت. وتعرفوا حب مالكي المغاربه تاريخه خصني نهار غندير عليه حلقه هذاك. هو رئيس مجلس النواب مؤسسه الشعب المغربي. زعزعت الولاء هو هذه الاسعار ديال الحوت ديال 400 ريال وهذه الاسعار وهذه المضاربات والتشفيرات في المغرب كامل. فتحيه لكم، ويا ربيع الابلق احنا معاكم. تحيه لخويا ربيع، تحيه للزفزافي، تحيه لسيريا، تحيه للحمجيق، تحيه لكل الشرف، تحيه للشعب المغربي، تحيه لكل من مشى للحسيمه بشكل سلمي وحضاري. تحيه لكم يا المغاربه. هذه فرصتنا نضال سلمي مع الملكيه في اطار المؤسسات بصرف النظر على موقف الملكيه. انا كنقولها دائما بقناعه، بصرف النظر على اي مؤاخذه عندنا على الملكيه، ولكن من هذه قناعتنا السياسيه الراسخه. علينا أن نقول كلمتنا. كنحييكم، شكرا لكم الزوار ديال الموقع، وإلى اللقاء في حلقة أخرى بحول الله. إلى اللقاء.